السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تم اعتقال الشيخ مصطفى العدوي قبل قليل. دلوقتي بدأت المواقع تنشر عنه وسبب اعتقاله. قبل ما نشوف سبب اعتقاله مع بعض، الشيخ مصطفى العدوي من المشايخ اللي حبوا يمسكوا العصاية من النص زي كده. الدكتور عمر عبد الكافي وللأسف الشديد هو مفروض كان شيخي، يعني انا يمكن تعلمت الدين من محمد حسين يعقوب، دكتور عمر عبد الكافي. يمكن الدكتور عمر عبد الكافي رقم واحد وهم يجوا بعد منه. فطبعا اتصدمت في الاثنين التانيين، والشيخ عمر عبد الكافي قاعد في مصر برضه وبيكمل وبتاع وبيقولش ولا حاجه، ويعني ايه يعني لا ما يرضيش ربنا سبحانه وتعالى. ما هو اكيد انتم اللي علمتونا الدين، ما هو اكيد انتم اللي قلتوا لنا. ما هو احنا طلعنا من بطون امهاتنا كما قال الله عز وجل لا نعلم شيئا. ليه؟ وبعدين اتعلمنا ان في دين وان في اسلام واني ثم العلماء بقى، لاني هم دول محل الرسل. احنا طلعنا ما لقيناش رسل. اللي طلع في عهد الرسول صلوات ربي وسلامه عليه شاف الرسالة بقى ايه عيانا بيانا، انما احنا طلعنا لقينا حاجة اسمها شيوخ وعلماء، فتعلمنا منكم ان الحق له ضريبة وله ثمن بيدفع علشان ربنا يقبله. وتعلمنا ده تفسيرا لآيات رب العالمين سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. والفتن يعني محن وشدائد وعظائم وحاجات كده، يعني ده اللي خلى الأنبياء هم أولي العزم تحملوا الأسى ده كله. فإحنا برضو في سبيل لا إله إلا الله محمد رسول الله لابد أن يحصل لنا أسى. فكونكم ما تطبقوهوش يبقى احنا ما خسرناش العلم اللي خدنا منكم، انما خسرناكم انتم، لانكم عرفتونا بالله فامنا بالله ولم نؤمن بكم ما دمتم مش على الصراط المستقيم. ده مبدئيا بس مقدمه حبيت اقولها لكل من تسول له نفسه، اني اقول لك والله الشيخ ده انا خدعت فيه، والله ده انك اصل كانوا ما فيش يا حبيبي الكلام ده سيدنا عمر خلاص وسيدنا ابو بكر، يعني احد الصحابه الكرام. انا بس عشان مش متذكر الواقع، لكن الواقع مذكوره. سيدنا ابو بكر تقريبا، سيدنا ابو بكر الصديق خرج بسيفه وقال ايه؟ من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات. لا ده سيدنا عمر بن الخطاب اللي خرج بسيفه وقال ان اللي هيقول محمد مات هقتله وبتاع. انما سيدنا ابو بكر الصديق قال ايه؟ من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وبالتالي اتخدعت في عالم، اتخدعت في شيخ ولا أي حاجة. علمه اللي علمه لك إذا كان تأكدت إن هو درس علم صحيح وفقه صحيح والتعليم صحيح وما عملش بيه، خلاص اعتبره جسر وانفض. يعني جسر عديت عليه وهو بقى يحصل فيه اللي يحصل فيه. اللي حصل للشيخ مصطفى العدوي هنبدأ نشوفه مع بعض. تعالوا نشوف الأول ال الأخبار الأولية والمبدئية. قالك بالفيديو سبب القبض على الشيخ مصطفى العدوي. جاءت أنباء القبض على الشيخ مصطفى العدوي يوم الاثنين في أعقاب تداول في مقطع فيديو انتقد فيه الاهتمام المتزايد بالتراث الفرعوني بشكل يعظمه بالتزامن مع افتتاح المتحف المصري الكبير. طبعا انتقد آلهتهم. وبعدين الشيخ مصطفى العدوي مش يعني نقدر نقول ان هو برهامي والزور والكلام من ده، لا. ليه؟ لاني انا مره سمعت له مقطع وحد بيساله بيقول له هل طاعه السيسي واجبه؟ فقال له يعني احنا يعني ايه؟ قال له انا مش متذكر، انما في سياق ايه بقى اللي هو مش عايز يعني وضح له ان في ظلم، بس يعني احنا كلامنا هيودي ويجيب ولا فعايز يقول الحاجه بس ايه متلكئ فيه، متردد فيه، مش عايز يدفع ضريبته.
فالامر ده يحكم فيه ربنا سبحانه وتعالى، هو ده عالم وتعلم وكذا تمام. انما هو رايح فين، هو مقبول عمله مرفوض عمله، دي احنا ملناش دعوه بيها. احنا فقط شهود الله في من يصلح وفي من يفسد. من يصلح نقول انه هو اصلح، نحن شهود الله في ذلك. من يفسد نقول انه افسد، نحن شهود الله في ذلك. انما هو الشيخ كان يعني كده زي ما قلت في البدايه، عايز يمسك الحصايه من النص، اللي هو يفضل في مصر ويفضل في وسط اهله، وفي نفس الوقت يفضل يبلغ العلم اللي عنده، وما ينتقدش وما يطبلش. رغم ان في ناس بتقول ان له فيديوهات بيمدح فيها وبيطبل فيها، بس ده انا يعني الفيديو الوحيد اللي سمعته له اللي بيسأله هل طاعة ولي الامر وطاعة السيسي وبتاع، فقال له يعني احنا كلامنا لا هيودي ولا، بس هو خلاص اصبح رئيس يعني. فدلوقتي لطش في حكاية الاصنام بقى. طبعا الافتتاح، بعد الافتتاح على طول قال لك: واكدت مصادر مقربه من الشيخ لصحف محليه نبأ القاء قوات الامن القبض عليه على خلفيه تداول هذا الفيديو. وكان نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي قد تداولوا المقطع يوم السبت، حيث هاجم فيه العدوي ما وصفه بجمع الاصنام والتماثيل والكنوز في المتحف. وخاطب العدو المصريين قائلا ان دخول مثل هذه الاماكن يجب ان يكون على سبيل الاذكار والاتعاظ، لا على سبيل الافتخار بكفره، في اشاره الى الفراعنه. ده الشيخ. وتسببت تصريحات العدوي في موجة غضب واسعة، حيث نالت عليه التعليقات المنتقدة كما يظهر على منصات التواصل المختلفة. واتسمت ردود الفعل في مجملها بالرفض التام لآراء الشيخ، مع اتجاه نحو الفخر بالهوية الوطنية والحضارة المصرية القديمة، معتبرين أن تاريخ مصر يمتد لآلاف السنين. طبعا دول اللي بيسموا نفسهم بيسموا الكميتة، قال بيقول لك الكميتة، يعني يقول لك الكميتة. أنا كنت فاكرها الأول الكويتة، فطلعت قال لك الكميتة. الكميتة دول بيقول لك يعني عبدة الفراعنة، يعني هم يعني دينهم الفراعنة، دين الفراعنة. وتعامد الشمس وتعامد خلاص، والهول يعني ايه، شغل اصنام يعني، شغل فراعنه. فبيقول لك وبعدين السويه والكميته حاجه واحده اصلا، كلهم حاجه واحده. ومصر دلوقتي تحولت لحاجه مخيفه قوي قوي، الا من رحم ربي. على فكره رحم ربي برضو موجود يعني، بس يعني ايه، شيء بسيط كده خلاص. فانتقد آلهتهم، يعني ايه، هل ستتركوا له يسب آلهتنا ويعسي علينا عبيدنا؟ خلاص. فقالوا ايه، نقيم عليه الحد وناخده من بيته. وهاجم المعلقون الشيخ، متهمين اياه بالجهل ومحاولة طمس التاريخ، فيما اتخذ اخرون اتجاها ساخرا من تصريحاته. ولم تصدر اي من السلطات الرسمية حتى كتابة التقرير بيانا يؤكد القبض عليه او التهم الموجهة اليه. يشار الى ان الشيخ العدوي اشتهر بتقديمه برنامج الفتاوى على القنوات الدينية قبل ان يتوجه لبث نفس المحتوى على المنصات الرقمية مثل يوتيوب. وبعدين بالمناسبة هو اتمنع من الفتوى، يعني مؤخرا منعوه من الفتوى. ليه؟ لاني انا زي ما قلت لحضراتكم كده، هو يعني ايه، كان اراءه رايح جاي، شوية كده وشوية كده. هو عايز يقول الحق ومش راضي، نفسه مش مطوعاه. انما اذا تم القبض عليه فعلا وما طلعش وقعد مع اللي جوه، فهي نجاة، اقسم بالله نجاة. ما هو احنا دلوقتي خلاص، هو في اكتر من العلامة الكبيرة قوي قوي، يعني من علامات القيامة اللي النبي صلى الله عليه وسلم بلغنا بيها، ظهر معظمها. ومنها علامات كبيرة قوي ضخمة، يعني علامات كبيرة يعني، اللي هي الهرج ولا يعرف وكثرة القتل، ولا يعرف القاتل لما قتل، ولا يعرف المقتول لما قتل. واديكم شايفين طبعا السودان والفاشر والأرواح وبالآلاف
وطالعين يتفخروا ويقول لك ما 2000 النهارده ومش عارف كام النهارده. فالموضوع هو ان والفرعون اللي قاعد دلوقتي في وسط الفراعنه، وطبعا بعد جثث الناس اللي حصل في 2013 واللي بيحصل داخل السلخانات امن الدوله في المعتقلات واللي واللي مشرد بره. يعني انت مثلا قاعد دلوقتي تقول لي انا بسير من اموري وبمشي الدنيا وماشي جنب الحيط وبحافظ على عيالي واللي وعايز تتحاسب قدام ربنا سبحانه وتعالى تاخد جنة زي اللي شافوا الويلات دي كلها؟ طب ازاي تمشي ازاي الحكاية دي؟ يعني مثلا عالم اتسجن ولا اتنكل بيه ولا اتطارد بره زي عالم قاعد اكل شارب نايم في وسط اهله في وسط الظلم ده كله وما قالش على الظلم شطر كلمة؟